صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح المانجا، يا صباح التفاح والبال المرتاح. احلى صباح على عيون المشاهدين بتوع يحطوا لايكات كتير كتير قد الدنيا بحل، واشتركوا معاه في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحور. اول حاجة اعمل العصير. دي ازازة قمر الدين مركز، لازم تاخدها قوي وتحلها بمي. احط نصها في الشفشة، نصها بالظبط، واحط سكر ليه. دي حلوة قوي للهضم وجميل. وتقلب، كل ما تقلبي بيزيد حلاوه، بيربط معاك شويه بشويه كده، بيبقى جميل على الفطار. وتقلبي بالمعلقه اللي هي السيليكون دي، وتقلبي على طول. تقعدي تقلبي شويه على ما السكر يدوب في المي. تقعدي تقلبي برضه، وتقومي جايبه الازازه وتقومي حاطه نص كبه، كبه نص الازازه بالظبط. اه، اسيبها بقى واسيب البتاع خالص. واقوم حاطه من البتاع اللي واخدها الاول من الازاز. احط نصايه ربكش عشان اعملها على مرتين. انا اعمله النهارده وارجع تاني اعملها مره واحده، وارجع تاني اعملها اعمل بكره احتار تاني. لا، اعملها على مرتين، اقسمها نقسم العرب عربيه. واعملها بقى بشويه ميه كده، عسل كده يجي 3 4 كوبايات، تبقى حلو. ونعين نصها بردك في التلاجة، هي بتتحط في التلاجة. العصير دي مركز حلو جامد وحلو، وتقلبه بردك عشان هي المية رايقة دلوقتي اهو. ساعة شفتي عسل يا ماما سحور. وتقلبها على طول يا ماما سحور. تك حلاوة وانت لابسة الفوشيا كده وعسل كده منورة الشاشة كده. انتوا عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ طمنوني عليكم، وكل سنة وانتوا طيبين، وعود عليكم الايام بخير. ورمضان كريم، النهارده 19 يوم في رمضان، لسه له 10 ايام ويروح. ما عندناش نشوفه بقى الا السنة الجاية. كل سنة وانتوا طيبين. انا بقى اقعد اقلب بقى في العصير، اقعد اقلب شوية 5 دقايق كده، واقوم واخداها واقوم حطها في التلاجة لساعة الفطار، عشان نشرب نبل ريقنا ابوه عسل. وتعملي يا ماما سحورة كده. اه، الكونات بتاعته جميله. انا حطيت نص بس، نص الازاز. واحط بقى انا واقوم واخدها واقوم حطها في التلاج. واحط لكات كتير كتير قد الدنيا بحالها لماما سحور. راح احطها في التلاجة بقى. خلصنا بقى معاكم العصير، نخش بقى على الفطار. احنا ذوقنا بقى من المحاشي ومن الاكل المصري دي. نخش على ليبيا بقى شوي، كمان اسبوع كده ولا حاجه على رمضان معايا شويه زيت زيتون، وبصلايه صغيره ولا بصلتين صغيرين، وفلفل وشطه وكركم وكيلو لحمه و... ومكرونه من الصغيره اللي خالص، وبتاع صلصه، شويه صلصه صغيرين. هنعمل نعمل مكرونه من المبكبك، من اللي هي بتاع الليبي. نلوح بقى اللحم بشويه الزيت الزيتون. نجيب الحله ونولع البوتاجاز. هنمسكها نقطعها دلوقتي اهو. دي كيلو، نزلت رحت جبته ب 100 ب 250 كيلو، ب 250 عندنا. جبتها حتت يعني نقطعها حتت صغيره بقى معاكم اهو بقى. ونجيب السكينه ونقطعها، ونجيب الحله بردك ونولع عليه على ما الميه تصفى من الحل اهو. والحله دي اللي هي وجبت شويه الزيت وحطيتهم، وجبت البصله حطها بردك على ما تحمر تصفر كده. واقوم مقلبه كل حاجه فيه، واقوم حاطه اللحم، واحط البهارات بتاعتها، واقعد اقلب شويه برضه من المعلقه اللي هي السيليكون دي. واقعد اقلب شويه بشويه شويه بشويه لما تصفر خالص. اقوم حاطه اللحمه عليه، واحط البهارات بتاعتها وكل. على ما تستوى اقوم راح حاطه المكرونه عليه، ازودها شويه مي. اقعد اقلب برضه كده لما تصفر برضه. اصفرت معانا احط اللحمه حتت حتت صغيره برضه، حتت صغيره كده اهو. جبت اللحمه قطعتيه وعملتيه، واقلب برضه. اقعد اقلب عشان مع البصل. واقوم مزودها شويه ميه. ده في 5 دقايق كنا قاعدين ومخلصين وقاعدين. وتقلبي، تقعدي تقلبي لما تخش في السوية خالص تستوي.
ما تحطلهاش ملح قبل ما تستوي. اي لحمه ما تحطلهاش ملح قبل ما تستوي، عشان لو كانت كبيره ولا حاجه تغيب في السوي على طول. وتقلبي بردك شويه بشويه، اهو تقعدي تقلبيها لما تاخد لون. وتقوم حاطه الفلفل والبتاع البهارات بتاعتها. واخر حاجه خالص تقوم حاطه الصلصه عليه. حطيت البهارات اهون، والفلفل بردك احط بردك معاكم اهون. تجيب الفلفل الاخضر تحطيه بقى مع اللحم والبهارات، وتقعدي تقلبي بردك لما اللحمه تاخد من اللون البهارات. وتجيبي الفلفل الاخضر وتعمليه بردك تقلبيه مع بعضهم كله اهو. وفي 5 دقايق كنا مخلصين وقعدين. اهو. هجيب الفلفل الاخضر بقى اقوم حطاه عليه. خلصت بقى المكونات دي، هجيب الفلفل الاخضر اقلبها بردك معاه اهو. قال يا ماما سحوره الفلفل الاخضر، وانزلي بقى يا ماما سحوره بالفلفل الاخضر الحلو دي. وتقلبي بردك، تقعدي تقلبي في الفلفل الاخضر بردك، تقعدي تقلبي بردك لما اللحمه تاخد من الفلفل بردك. اخر حاجه بقى تقوم حاطه الصلصه عليه، وتقوم مزودها بشويه ميه وتقعد. يعني اول حاجه بقى اول هام انت تعملي في حله واحده بس. لكن لحمه وشوربه وفراخ ودي لا، بتوسخ مواعين كتير. وانا اللي بغسل. تحط بقى الصلصه عليه اخر حاجه باخر مرحله. وتقلبها برضك عشان تشرب مع بتاع الصلصه بتاعتها. وتقلبي برضك عشان تاخد الصلصه منها برضه. تقعدي تقلبي يجي ثانيه كده او دقيقه. وتقوم جايبه شويه ميه ومزودها شويه ميه وتسيبها تستوي. لما تخش في السوي تقوم حاطه المكرونه عليه. وخلاص 5 دقايق كنا مخلصين. جبت شويه الميه هنا هما. بزودها بقى مكان الصلصه، عشان مرمش الصلصه مرمش الصلصه. واقلبها بردك. ولو انت ما عندكش صلصه، اضربي شفشق طماطم في الخلاط. وتحطي على البتاع تسبك مع مع اللحم. هنا بقى انا خلصت المكرونه بقى راح احط المكرون في المبكبكه. تحط الملح، ما تكتريش ملح ليه عشان بتبقى الصلصه محطوطه ملح لها وشطه. احط المكرونه بقى المبكبكه بتاعتنا الجميله دي وتقلبها شويه. وتسيبها لما تستوي على توطي البوتاجاز خالص عشان ما تشيطش. كانت دخلت في السوي اهو. وتقلبها بردك مره واتنين وتلات عشان ما تلزقش. وتسيبها لما تبقبق كده بقى تبقى جميله. تبقى مكرونه من المبكبكه دي. وتسيبها بردك تقوم قافله البتاع الغطا عليه. وتسيبها لما تتبقبق كده براحتها كده. وتشيل وتحط كده. شوف شكلها حلو ازاي يا واد يا مبقبق انت. يا بقبوقه. عاس. نصيحة من ماما سحورة، ما تحطش المكرونة اللي قبل التقديم ب10 دقايق عشان ما تاخدش الصوص مني. تشرب الصوص بتاع التقلية بتاعتها دي. وتسيب اللحمة مستوية تستوي براحتها. انا حطاها قبل البتاع اللي ب10 دقايق كنت حطيت. ولازم انت تغرفها وهي بتبقبق كده. يا بقبوق انت يا من بقبق انت. وتحطها بقى في الصينية في البتاع الطبق اللي انت هتحطيه. طبق جميل كده. وتشيلها بالراحه كده بالراحه كده بقى على البتاع كده عسل كده. مبقبقه ازاي؟ تقعد تبقبق شويه كده. واجيب بتاع الحله بقى ايدين الحله. واقوم حطها اهو. واقوم غرفها بقى كان المغرب قرب جدا. اقوم حطها في الطبق اللي هو التاني دي الازاز دي. واقلبها برضه اقعد اقلبها عشان تاخد من البتاع وانا بعملها وانا بغرفها. واغرف اللحمه وكله في قلبه. واما نيجي ناكل نقوم حاطين كل واحد ياخد منابه برضه اهو. هنا بقى جبت كان المغرب اجيب العصير وراح اغرف. بحط العصير في الكوبايات 3 كوبايات. والخضار وعامله سلطه وكل حاجه 10 على 10.
كان المغرب اذن، قرب يأذن بقى. خلصت بقى كده العصير، ادور على المكرونه واللحمه بتاعتنا الجميل. اجيب الغطياء البتاع بتاع الحله، واقلبها ايه في قلب البتاع دي بالصوص بتاعها بحل اهو. كانت سخنه مني مش عارفه امسك اهو. اشوف الصوص بتاعها جميل، تشرب الصوص بتاعها كده بس، واللحمه نازله توير. وتقوم مقلبها بقى، وتقوم سايباها ايه تقلبها برضك، وتحطها ايه تقلب الصوص بتاعها كده عشان اللي ياكل منها تبقى ايه حلو. انا اكلت منها عسل عسل. يا ماما سحورة تعيش اياديك يا ماما سحور. واللي من ليبيا، اخواتنا اللي من ليبيا يقولوا الطريقة صح ولا لا، ولا كانت فيها حاجة غلط نعدلها يا ماما سحور. وعاشت اياديك، وحط لايكات كتير لماما سحور. هنا السلطة هي عاملة ايه، خضرة، جايبة بتاع خضار وعاملة سلطة. وده ايه الفطار بتاعنا الجميل دي، والعصير 10 على 10. اه، كل حاجة ايه حلوة كده. وتفضلوا بقى افطروا معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.